السلام عليكم أصدقائي، واليوم الحلقة الثالثة من سلسلة تاريخ منتخباتنا العربية في كأس العالم. واليوم راح نحكي عن نسور قرطاج، منتخبنا التونسي التاريخي اللي شارك في 5 نسخ في كأس العالم ابتداء من عام 1978 إلى 2018، وراح يشارك في النسخة السادسة اللي راح تصير في قطر. وفي شغلة حابب أحكيها عن المنتخب التونسي، إنه منتخب بيعرف يتأهل لكأس العالم، يعني في ظل منتخبات مثل السعودية والمغرب عم تحضر تحضير قوي لكأس العالم، بتلاقي اعلام عم بتسلط عليها، منتخبات عم تعمل وعم بتساوي بكأس العالم، تحضيرات قويه، معسكرات قويه. يجيك المنتخب التونسي من دون ما حدا يحس وبيتأهل لكأس العالم، بتلاقيه عم بيلعب بكأس العالم بمجموعه قويه وعم بيقدم اداء جيد جدا. صراحه منتخب من بين المنتخبات العربيه اللي عندها ذهنيه عاليه جدا، منتخب بيعرف يلعب بامكانياته، ويا ريت جميع المنتخبات العربيه تتعلم من المنتخب التونسي، واولهم منتخبنا السوري. هلا بنرجع لموضوع الحلقه وخلونا نفوت بالتفاصيل. المنتخب التونسي لعب 15 مباراه في كأس العالم، فاز بمباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر 9 مباريات، سجل 18 هدف واستقبل شباكه 17 هدف. هداف المنتخب التونسي في كأس العالم هو وهبي الخزري وبرصيده هدفين. واول نسخه للمنتخب التونسي كانت في كأس العالم في عام 1978 في نسخه الارجنتين، ولعب اول مباراه وقدر يفوز على منتخب المكسيك بنتيجه 3-1، ويكون اول منتخب عربي وافريقي بيحقق فوز بكأس العالم. بس للأسف خسر بتاني مباراة مع منتخب بولندا بنتيجة 1-0، وتعادل بالمباراة الأخيرة مع منتخب ألمانيا بنتيجة 0-0 ليصير برصيده 4 نقاط. بس للأسف هال4 نقط ما كفت وخرج من الدور الأول بهاي النسخة. وعلى السريع بنروح للنسخة الثانية اللي شارك فيها منتخب تونس في كأس العالم، واللي كانت نسخة فرنسا في عام 1998. لعب أول مباراة المنتخب التونسي مع منتخب إنجلترا وخسر بنتيجة 2-0، ولعب مع منتخب كولومبيا وخسر بنتيجة 1-0، وتعادل في المباراة الأخيرة بنتيجة 1-1 ليكون برصيده نقطة واحدة ويحتل المركز الرابع في المجموعة ويغادر كأس العالم من الدور الأول. وبنروح لمونديال 2002 اللي صار بكوريا الجنوبية واليابان. المنتخب التونسي بالمباراة الافتتاحية واجه منتخب روسيا، وللأسف خسر بنتيجة 2-0. وبالمباراة الثانية واجه منتخب بلجيكا وقدر يتعادل معه بنتيجة 1-1، بس للأسف بالمباراة الثالثة واجه منتخب اليابان وخسر قدامه بنتيجة 2-0 ليودع المونديال. وبنروح للمشاركة الثالثة على التوالي للمنتخب التونسي في كأس العالم في نسخة 2006 اللي صارت بألمانيا. بالمباراة الأولى تعادل مع المنتخب السعودي بنتيجة 2-2، وخسر مع منتخب إسبانيا بنتيجة 3-1، ورد خسر مع منتخب أوكرانيا بنتيجة 1-0 ليودع المونديال من الدور الأول. وهلأ بنروح لآخر نسخة شارك فيها المنتخب التونسي في كأس العالم، وهي نسخة روسيا في عام 2018، اللي للأسف كان حظه سيء جدا ووقع فيه مجموعة قوية جدا بتضم إنجلترا وبتضم بلجيكا وبنما. اللي بالمباراة الأولى أمام منتخب إنجلترا خسر باللحظات الأخيرة بنتيجة 2-1، خسر خسارة قاسية مع منتخب بلجيكا بنتيجة 5-2، بس قدر يفوز بآخر مباراة على منتخب بنما بنتيجة 2-1 يحقق ثاني انتصار له في كأس العالم. وإن شاء الله يقدم المنتخب التونسي أداء جيد في مونديال قطر ويقدر يتأهل من دور المجموعات ويحل العقدة لمرافقته من عام 1978. ولهون بكون وصلت لنهاية الحلقة، لا تنسى تشترك وتعمل لايك. إلى اللقاء.